هل هناك تمييز في تعامل الدولة ضد الزمالك؟ نعم. ولصالح الأهلي؟ نعم. موقفين أو موقف واحد هنا وهنا هيثبت الكلام ده بدون رغي وبدون مجادلات ومناظرات وحسب وكلام من اللي احنا عارفينه من خلال السوشيال ميديا ومن الإعلام ومن كل الناس. الأهلي تعرض لمحنة مالية من كام سنة لورا، تمام؟ محنة مالية بالرغم ان عنده الفروع اللي بيحكوا عليها دي كلها، بس تعرض لمحنة مالية. ايه اللي حصل؟ الدولة تدخلت رسميا وعينت شركات العرجاني انها ترعى الاهلي وتوفر له الماليات المطلوبة يعمل كل اللي هو عايزه. هل كان رئيس نادي الاهلي هو اللي قدر يجيب الشركة ديت انها ترعى الاهلي؟ استحالة. مفيش ولا واحد ولا رئيس نادي كان يقدر اصلا يجرؤ انه يجيب شركه زي العرجاني ترعى ناديه، لان ده كان ضد الدوله. الدوله فرضت ده وساعدت الاهلي ووفرت له الفلوس. تعال بقى للزمالك لما يتعرض لمحنه نفس المحنه واكتر، ده احنا نسحب الدوله تسحب منه الارض، تمام؟ وروح يا حبيبي خلي الجمهور يلم لك ويتبرع لك بالجنيه. لا، ده يتقفل النادي رسمي طالما هو الموضوع كده. سلام.